ان معظم توقعاتي في جدول الدوري الموسم اللي فات كان صح، فانا هعمل حلقة الموسم الجديد توقعات ترتيب الدوري الانجليزي من العشرين للاول. اظبطوا لي لايكات السبسكرايب شير لاصحابكم ويلا بينا نبدأ. ويعني مبدئيا يا جماعة برضو يعني ده هبد، دي توقعات، يعني ده مش شيء مفروغ منه، عشان الناس هتقول لي ازاي تحط ده في الترتيب الكذا والكلام ده. انا بقول رأيي الشخصي وانت قول رأيك في الكومنتات براحتك، يعني قول لي برضو رأيك بدل ما يعني بدل ما تقول لي انت ازاي تحط كذا. انا هقول لك، انا بقول لك اسبابي وانا بقول لك الترتيب، فانت قول برضو رأيك في الكومنتات تحت. وهنبدأ من العشرين، اللي عايز يشوف اول خمسة ستة يستنى بقى يشوف اخر الحلقة كده، يفتح على اخر الحلقة يشوف بقى المفاجآت، عشان في مفاجآت هتحصل في الحلقة دي يا جماعة. نبدأ بالعشرين، ابسويتش تاون. فرقة مالطا يا جماعة، مش عارف أصلا طلعوا درجة أولى إزاي، ما عندهمش مهاجمين عدلين، ما فيش حد هداف دوري، ما حدش أصلا جاب هداف الفرقة عندهم جاب 5 أجوان. يكفيك أن تعرف كده، 5 أجوان في الدرجة التانية، تخيل بقى في الدرجة الأولى هيجيبوا كام جون أصلا. يعني هداف الدوري هداف الفرقة في الدرجة التانية 5 أجوان. وما جابوش صفقات، جابوا بين جونسون ده، يعني هو ده الصفقة الوحيدة تقريبا اللي عملوها. فرقة كحيانة. ال 19 ليستر، ليستر. فاردي يا اسطى كبر في السن، ده كده مش مهاجم اساسا، ما عندهمش مهاجمين غير الاتنين دول. خط الدفاع عندهم كحيان، عندهم فايس اللي هو كان بيجيب اجوان في نفسه، مدافع على الله. الباكات ضعيفة جدا، حراس المرمى على قدها جدا، خط الوسط مش افضل شيء برضه، مش عارف اصلا طلعوا درجة اولى ازاي، واضح ان الدرجة التانية دي ضعيفة جدا. وما بيعملوش صفقات، يعني جابوا واحد اسمه اوكولي، ده المدافع بتاع اتلانتا، هيجي غالبا هيبقى دكه كمان. فده مركز 19 باكتساح. ندخل على ال 18 وهنا نبدا المفاجاه. برايتون. برايتون. مش انت كنت قاعد بتتريق على ديزيربي وتقول لي هو ازاي بيخسر مع الفرقه دي؟ هم مين دول اساسا؟ يا عم شوف الصفقات الغريبه اللي عاملين يعملوها. بيجيبوا 5 6 7 لعيبه شباب، ما اعرفش كل واحد ب 30 40 مليون. يا حبيبي ماشي، حتى لو مواهب حلوه، وبعدين انت الفرقه اصلا يعني اولا عيال صغيره، كلها عباره عن عيال صغيره. ماشي، حتى لو لعيبه حلوه 90% منهم بيتصابوا، يعني من قبلك اكتر ما بيتنفسوا اصلا، اكتر ما بيستحموا بيتصابوا. كل واحد فيهم بيتصاب اصابه صغيره، اصابه خفيفه كده، تدخل عادي يحصل عليه يغيب لك 5 6 7 شهور، وده كل سنه بيحصل. ده اصلا ديزيربي ده ليه الجنه ان هو وصل بيهم في الاماكن اللي هو وصلهم فيها دي. الفرقه دي يعني هتبقى رايحه في داهيه. حراسه مرمى تعبانه، مفيش هجوم، مفيش مهاجم هداف عندهم، مفيش اجنحه ايه. مارش ده طول السنه بيبقى في المستشفى، ميتوما بيقعد يحنكش وبعد كده يروح المستشفى. خط الوسط مشوا جروس اللي هو النجم بتاع الفريق بتاعهم. خط الدفاع اصلا كحيان، ده فرقه في عزها، كان كل ماتش بيدخل فيها 3 4 اجوان وهي في افضل مستويات. الفرقه دي هتنزل درجة تانية، ولو ما نزلتش هتبقى في 18 ل 17، مش هتعلى عن كده. ندخل على ال 17 ومفاجأة تانية، وولفرهامبتون. وولفرهامبتون ما بيعملوش تدعيمات ومريحين قوي واخدين الحياة بسيطة وسهلة والدنيا جميلة. لا لا، الفرقة دي مش حاسسها خالص، وبداية جدولها صعب جدا. هتدخل على مدعكة، عارف، ممكن تلاقيها في أول 5 6 جولات، ممكن تلاقيها يعني مركز أخير قبل أخير قبل الأخير، تلاقيها في الحتة دي. فالفرقة دي هتكون من اللي بتنافس ده على الهبوط. وال16 ساوثهامبتون، اللي اعتقد ان هم عندهم بعض اللعيبه اللي ممكن انها تظبط الفرقه شويه. عندهم بازانو، بس مش عارف هو فين، هو حاليا مش بيلعب ماتشات وديه، بس حارس ده كويس جدا. عندهم هارود مدافع كويس، عندهم مولكر بيترز باك كويس. خط الوسط عندهم الكراز واد حلو قوي، عندهم سبول بون، ادم ارمسترونج هداف جامد جدا. فالفرقه عندها بعض اللعيبه الحلوه اللي يقدروا يعتمدوا عليهم ان هم يقعدون في الدوري. ندخل على ال 15، برينتفورد اللي بنسبه كبيره توني هيمشي عنه، هيمشي ويسيبهم. فرقه هي في الحته دي على طول، يعني عارف اللي هو دفاعهم مش افضل شيء، هجومهم مش افضل شيء، فهو هتلاقيهم مش بينافسوا على الهبوط، بس هتلاقيهم 15 14 كده.
ال 14 معايا بورنموث، وممكن سولانكي يمشي عنهم. آه سولانكي لو مشى عنهم ممكن اصلا يبقوا يهبطوا كمان. الفرقة كويسة بس ما عندهمش حد هداف غير سولانكي، ما فيش حد غيره. فلو مشى الفرقة هتتبهدل بصراحة. يعني لو مشى هينزلوا اكتر من ال 14. ندخل على ال 13، والمفاجأة اللي انا براهن عليها نوتنجهام فورست. نوتنجهام فورست يعني دايما ناس كتير هتتوقع انها تهبط، بس عملوا صفقات. عندهم المدرب الجديد نونو، دفاع وقرف وحاجة تقرف. الفرقة دفاعيا بقوا حلوين جدا، هجوميا عندهم برضو لعيبة كويسة وبيعملوا تدعيمات. فالفرقة دي اتوقع ان هي تبقى ال 13. ال 12 معايا ايفرتون، وهيعتمدوا على قوة دفاعهم أكتر من أي حاجة تانية. قوة دفاعهم كويس. هجوميا هيقعدوا بقى يلطشوا بقى قدام. وهم برضو على فكرة بيعملوا صفقات كويسة، يعني جابوا إلمان دياي، ده مهاجم كويس جدا، كان هداف الدوري الدرجة التانية من سنتين أعتقد. ندخل على ال 11 وهو فولهام. فولهام يعني اتوقع ان هم هيظبطوا الموسم ده. في بيعملوا تدعيمات دلوقتي، جابوا سميث رو. لو هو ما اتصابش هيظبطهم جدا. جابوا مدافع برضو من فيا ريال، ولسه عايزين يعملوا تدعيمات. الفرقة كويسة، تقدر تعتمد عليهم. يعني تعتمد عليهم فانتازيا للناس اللي هم عشان دايما الواحد بقى بيتكلم في فانتازي فايه. الواحد لخبط. ندخل على العاشر، كريستال بالاس. كريستال بالاس هيظبطوا الدنيا. ماتيتا لو ركب اساسي هيبقى يعني هيجيب اجوان كتير للفرقه دي. عندهم ايزي، عندهم صار اسماعيل صار، ده من افضل الاجنحه اللي انا بحبهم جدا عامه. فالواد ده حلو جدا. دفاعيا الفرقه كويسين جدا، بس لو ما مشوش جويهي، عشان في كلام ان جويهي ممكن يروح نيوكاسل. فلو ما مشوش جويهي يقدروا ان هم يعملوا فرقه كويسه جدا. عندهم مونيز يمين، عندهم شمال ميتشل. الفرقه كويسه جدا. حتى في خط الوسط وارتون، او مش فاكر كان اسمه ايه الولد اللي هو انضم لمنتخب انجلترا. الفرقه حاليا بتكتمل، يعني عارف، ما عند فرقه يعتمد عليها ان انت تقدر تراهن عليها انها هتبقى في العشرة الاوائل مثلا. ندخل على التاسع ومفاجأة تشيلسي. تشيلسي لا بقى، بص بقى مع احترامي، عشان الفرقة دي غيظاني جدا يا جماعة، والله الفرقة دي مستفزة جدا. انت قاعد بتدفع لي 300 400 مليون، ارقام غريبه، وعارف على لعيبه غريبه. يعني انت سامع وانا بعمل الحلقه دي ان هم بيخلصوا مع لاعب اسمه امورديون، لاعب ما سمعتش عنه اساسا في طبق اليوم. هو مهاجم في ديبورتيفو الافيز. مش عارف هو جاب اصلا اجوان في حياته ولا ما جابش، الله اعلم، يعني الله اعلم. بس انت هيدفع فيه تقريبا 40 50 مليون، والفاريز هيروح اتلتيكو مدريد ب 90 مليون لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي. فيا حبيبي، طب ما كنت تزود 40 وتجيب الفاريز على الاقل، تجيب مهاجم. هو الفاريز ما يستحقش 90، بس يعني بما انك كده كده مبذر وبتدفع فلوس، ما تجيب الفاريز، تجيب لي اوسيمين. هات لي مهاجم سوبر، هات لي مهاجم محترم قدام، بدل ما انت قاعد عمال تجيب لي حنكش وحنكوش وحنكشه، وتقول لي بقى يلا بقى هو عملت صفقات اهو، جبت لعيبه ناشئه صاعده واعده. استنى بقى 5 6 سنين بقى عقبال لما اللعيبه دي تعمل حاجه، وعقبال ما يعملوا حاجه هتكون انت بعتهم اساسا. يعني عارف اللي هو انت هتبيعهم، هم بقى هيتألقوا في فرق تانية. فسياسه فاشله جدا مش هتخليهم يطلعوا لقدام. الثامن استون فيلا، واستون فيلا هتنزل جامد بعد المشاركه الاوروبيه اللي هيشاركوا فيها، عشان كمان الفرقه دي آه، ماشي هما بيعملوا تدعيمات، بس في اماكن كتير مفيش يعني بدايل، مفيش بدايل في الاماكن دي. يعني مين في بديل محترم لمارتينيز؟ لا. في بديل محترم لواتكنز؟ لا. في بديل محترم لبيلي؟ لا. في جناح شمال اساسا؟ لا. ما في اماكن كتير فاضيه في الفرقه، وهم لحد دلوقتي ما بيعملولاش تدعيم. فلحد دلوقتي انا شايفهم ان هم تامن هيركزوا في اوروبا، واللاعيبه هتضيع مجهوداتها في اوروبا، وهتيجي دوري زي برايتون السنه اللي فاتت لما شاركوا في اوروبا. ندخل على السابع، ويست هام، ودي هتبقى من المفاجآت الجامده قوي الموسم ده. ويست هام عمالين يعملوا في صفقات، جابوا رودريجيز خط الوسط، جابوا فولكروج مهاجم ممتاز جدا يا جماعه.
سمرفيل ده اصلا من اكتر لاعب تقريبا ساهم في جوان في الدرجه الثانيه، اجوان واسيستات. الواد ده ممتاز جدا مع بوين، مع قدوس، مع باكيتا، الله اعلم يعني لو ما توقفش الفرقه دي مع المدرب الجديد. فرقة هجومية هتبقى جامدين جدا، دفاعيا كويسين برضو. فانت يعني، ولسه على فكرة في كلام لسه هيعملوا صفقة او اتنين كمان. فالفرقة دي اتوقع انها تبقى سابع، وممكن كمان تطلع سادس. السادس معانا مانشستر يونايتد. ولو مع انها صعبة، يونايتد لو اللعيبة ما اتصابتش، مع ان بص بشاير الموسم، بشاير الموسم اهي، من اول ماتش ودي مش عارف مين بيتصاب ومين بيتصاب ومين بيتصاب. الفرقه دي لو نحس الاصابات ده بعد عنها، الفرقه دي والله بجد انا راهن عليها جدا، ممكن يبقوا على الاقل اول اربعه على الاقل. بس بالنسبه للاصابات الكتير والحاجات الفظيعه دي، فانا بالنسبه لي ان هم سادس. بس اتوقع ان هم لو ما فيش اصابات صدقوني الفرقه دي هتعمل شغل كويس الموسم ده. الخامس توتنهام، لو جابوا مهاجم محترم ممكن خامس، وممكن كمان يطلعوا اكتر من الخامس، ممكن كمان رابع او تالت كمان. توتنهام كويسين جدا، مش فرقة دوري بس، هجوميا كويسين جدا، دفاعيا محتاجين يتظبطوا، محتاجين مهاجم سوبر هيعلي اول هجوم عندهم. فلو جابوا مهاجم زي سولانكي او توني الفرقة هتظبط جدا. الرابع معايا والمفاجأة الكبيرة نيوكاسل. نيوكاسل يعني انا مش فاكر بصراحة هم مشاركين في بطولة أوروبية ولا لا، بس مش متأكد بصراحة. يعني حد يعني يقول لي في الكومنتات تحت. بس لو هم مش مشاركين صدقوني هيبقوا رابع وممكن تالت كمان. الفرقة دي عندها عناصر حلوة جدا وبيعملوا تدعيمات، وهارفي بارنز اهو يعني كان مصاب طول الموسم اللي فات تقريبا فرجع. في ميرفي عامل شغل حلو جدا، عندهم جوردون، عندهم ايزاك، عندهم ويلسون، عندهم خيارات حلوة جدا عاملين يعني في هجوميا. في الدفاع كمان بيظبطوا اهو، جابوا كيلي المدافع بتاع بورنموث وبيلعب برضو باك شمال. الفرقة بتظبط يا جماعة. وكمان تونالي اللي هو برضو صفقة، يعتبر صفقة جديدة، ما لعبش الموسم اللي فات غير ماتشين. فيعني الفرقة هتظبط جدا الموسم ده لو ما باعوش حد. وغير ان هم عاملين 600 حارس مرمى، عندهم بوب ودوبرافكا ومش عارف مين. فالفرقه عموما بقت كامله بنسبه كبيره قوي، يعني محتاجين بس تدعيمين بساط قوي والفرقه تبقى متكامله. التالت معايا ليفربول. ليفربول يعني اشك فيهم بصراحه، عشان ما بيعملوش صفقات خالص، ممكن كمان ينزلوا عن التالت. يعني التالت انا مجاملهم بصراحه، يعني انا مجاملهم. بس انا ايه بقول كده عشان شايفهم ايه، يعني حاسس ان المدرب الجديد ده هيديهم طاقه جديده كده. فالفرقه ممكن تظبط شويه وتبقى التالت الموسم ده. المفاجاه بقى الكبرى بالنسبه لي، وصلنا التاني والاول. توقع زي كل موسم؟ لا، بصراحة كده قد توقع هبد بقى، ما سيبنا اهبط بقى براحتي. التاني السيتي، يلا بقى. هتقول لي ليه يا عبد الرحمن؟ هقول لك ليه. ده توقع عادي يا هبد، ممكن عادي هم برضو ياخدوا الدوري كالعادة، بس انا بقول لك وجهة نظر. الفاريز خلاص يعني وانا بعمل الحلقة دي خلاص هو رايح اتلتيكو مدريد، وغالبا لحد اللحظة دي مش هيجيبوا له بديل. ماشي. مين اصلا بيجيب اجوان في السيتي غير هالاند؟ مين؟ اللعيبه كلها اللي بتجيب لك جون، جونين، ثلاثه، اربعه يا عم. برناردو لما بيولع الدنيا بيجيب له سبعه ثمانيه في الموسم. مين اللي تقدر تعتمد عليه يجيب اجوان؟ جريليش ضحكوا ولا دوكو حنكشه؟ يعني وهتعتمد على بوب جامد قوي الولد الصغير، بس هتستنى منه يجيب اجوان زي بتاعت الفاريز؟ ما فيش غير فودن. هو فودن وهالاند ودي بروين كده ايه على خفيفه، هيبقى على اسيستات. فهجوميا هيقلوا، دفاعيا اصلا الفرقه نزلت جدا عن يعني عن المواسم اللي قبل كده. هم كل موسم على فكره لو انتوا هتاخدوا بالكم الفرقه مستواها بيقل. يعني الموسم قبل اللي فات كانوا جامدين قوي قوي قوي. السنه اللي فاتت اللي هم عدوا من ارسنال بالعافيه. ارسنال السنه دي اراهن عليها. ارسنال الاول بالنسبه لي دفاعيا اقوى من السيتي، هجوميا
انت تستنى جوان من هافرتس، من ساكا، من اوديجارد، مارتينيلي، من تروسارد. وغير كمان لو انا دلوقتي يعني في كلام ان هم هيخلصوا كمان في صفقة مع مورينو اللي هو خط الوسط، الواد ده جامد جدا. لو بعد ما جابوا ده جابوا بس جناح شمال سوبر، والله اراه يعني واثق بنسبة كبيرة جدا ان هم يقدروا ياخدوا الدوري. هم اللي ناقصهم يجيبوا جناح محترم، بس جناح شمال محترم، ويبقى هافرتس تمام يا عم اعتمد عليه اساسي. انا كده كده مش بقارن هافرتس بهالاند اكيد يعني، هافرتس مش هيجي حاجه في رجل هالاند، بس انا منظومه ارسنال الهجوميه كلها بتجيب، لكن هالاند لو ما جابش وفودن ما جابش، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده يا شباب، دي توقعاتي بالنسبه للدوري الانجليزي الموسم ده.